يا صباح الورد والياسمين لكل حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل السمك البوري سنجاري في الفرن بطريقة حلوة خالص وسهلة وما بتاخدش اي وقت. اتمنى ان هي تعجبكم. يلا نشوف عملناها ازاي. هنا عندي 3 سمكات بوري. السمكة الواحدة بوزن حوالي كيلو. طبعا انا عندي سمك فريش. هنضف السمك وارجع لكم تاني. هنا بعد ما نضفت السمك شلت القشر وفتحت الظهر بتاعه مش البطن. وشلت كل الزعانف حتى الخياشيم من جوه انا شلتها، وغسلتها 1200 مرة لحد ما وصلتها للشكل ده. مكشور فتحة السمكة من الظهر مش من البطن. هنا هبدأ هعمل التتبيلة بتاعت السمك. عندي معلقتين كبار توم مفروم. عندي تلت كوباية عصير ليمون، ممكن ان نكتر. انا دول ليمونتين كبار خالص انا عصراهم، ممكن اللي يحب يضيف 3 اتس اوكي. السمك بيحب الليمون. عندي نص معلقة من بهارات السمك، معلقة ملح ومعلقة ونص كمون. والشطة الحارة دي اختياري، انا بحب اضيف الشطة في كل الاكلات. هاخد نص الكمية دي بس اتبل بيها السمك. الكل سمكة انا هحطها في ورق فويل وورق زبدة مدهون. يعني دهنة خفيفة مش كتير. هرش شوية ملح وكمون في السمكة من بره من الناحيتين. هتبل السمك من التتبيلة اللي عملناها بالثوم من جوه بس مش من بره. انا من بره حطيت ملح وكمون. واللي يحب يضيف اي بهارات تاني في السمك دي حرية شخصية. انا مع نفسي مش بحب اكتر من التوابل عشان احس بطعم السمك نفسه. هركنها على جنب واعمل الخلطة للسمك. الخلطة عندي هنا بصل، فلفل حار، فلفل اصفر، فلفل احمر، وفلفل اورنج، وجزر. هاخد كل المكونات دي وانزل فيها في بولة عميقة. كل الخضار ده من كل حاجة واحدة بالظبط. حبة بصل متوسطة، فلفلاية اصفر، فلفل احمر، فلفل اورنج، فلفل الحار، جزراية. طبعا هنا نص التتبيلة اللي عملناها الاول ضفتها على الخلطة. وهزود لها زيت زيتون. زيت زيتون حوالي 3 أو 4 معالق مش اكتر من كده.
هنا ضفت شطة حارة وهضيف ملح وكمون. هلف ورق الزبدة مع من داخل ورق الفويل على شكل السمكة، بغلف السمكة. بعد كده هحط باقي الخلطة على جسم باقي السمكة وادخلهم فرن درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة، واخر 5 دقايق ان انا هشغل لهم الشواية. بيطلعوا شكلهم تحفة وطعمهم ملهوش حل. اتمنى الكل يجربها وتعرفوني في الكومنتات. هنا بعد ما طلعوا من الفرن اخدوا 35 دقيقة بالظبط، نص ساعة في الفرن و5 دقايق تحت الشواية. السمك كان حلو خالص، والطريقة سهلة وما بتاخدش وقت، واكل الفرن صحي بالنسبة للناس اللي عندها كوليسترول والناس اللي حابة تعمل دايت، فده ممتاز بصراحة. يعني ياكلوا هم مطمنين. اتمنى الكل يجرب السمك السنجاري في الفرن. اشوفكم فيديو جديد. See you. باي باي.